السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اليوم بنعمل ربط عزم، بس الربط العزي هذا بيكون في به من هذا الشبك. طبعا هذا الموديل يناسب جميع الأحجام، يعني لو كان سمين 2 وار قماش قطن أبو عرضين. كمان حتى القماش أبو العرض يناسب جميع الأحجام. إذا كنا مثلا بنعمل هذا الموديل بقماش أبو عرض بنعمل 3 وار وربع يناسب. أما إذا كان قماش أبو عرضين بيحتاج لنا 2 وار. طبعا هذا 2 وار لجميع الأحجام. أما إذا كانت يعني البنت يعني ضعيف وما تشتيش يعني يكون مرة واسع له، بناخذ له 2 وارين إلا ربع. يعني كيف وارين إلا ربع؟ يعني إن إحنا من الاثنين الوار نقص كده 9. شوفوا هذه الصانفة يعني إيش؟ إنه من الطول، وهذا المنبش يعني إيش؟ من العرض. بناخذ الآن من العرض، شوفوها 6. كله على حسب، يعني لو انتم بتحتاجوا يعني تريدوا تشتوا تكونوا الكم طويل او شيء، كله على حسب. بس انا بعمل هذا الكم كده بالعرض بيكون 6. اول حاجة بنعمل 6، بناخذ كده لنهاية القطعة، وبعد 6 بنعمل كده 2، يعني بنخرج من العرض كام 8. 6 اللي بتكون الكم، وهذه الاثنين بنحتاج له. شوفوا كيف بنقص كده من العرض من هنا لا تحت. شوفوها، شوفوا قد قصينا هذا الكم. طبعا هذا بيكون بطانة على الكم وكمان الرقبة. شوفوا هذه الآن القطعة كيف معطوف. شوفوها هذه ايش الصانفة. بنعمل كده وكمان بنعمل كده، يعني بيكون كده. هذا المغلق منقصش هنا نهائيا، بنقص فين؟ اللي هو دوران اليد من عند هذا اللي هو المفتوح مع المغلق. شوفوا الآن ها من هناك مغلق، وهنا مفتوح مع مغلق. شوفوا لو كانت سمين يعني وزنه أكثر من يعني فوق 90 أو 90، بيكون الدوران اليد كده 11. أما إذا كانت يعني وسط 65 ويعني كده وفوق، بيكون دوران اليد كده 9. شوفوا هنا بنعمل كام 2 كده، بنعمل بالاتجاه المغلق، قصدي بهذا الاتجاه اللي هو المفتوح مع المغلق. بنعمل كده 2، بنعمل ايش إشارة. شوفوا عملنا كده هنا 2، بعدين كده بشكل ايش شيز. شوفوا بنعمل لحد هنا كام؟ بنعمل 9، وبنأشر كده وبنقص، لأن هذه وسط يعني بين 65 وتحت. شوفوا قد قصينا. شوفوا طبعا من هنا ايش عطفنا من هنا لحد هنا كام؟ شوفوا هنا مغلق كام؟ شوفوا 18. هذا المقاس يعني الجميع، هذا مقاس ثابت لجميع الأحجام. شوفوا الآن من هنا لحد هنا كام؟ 18. من هنا إيش مغلق. الآن بنقص هذا الزائد. شوفوها هذا إيش معطوف. بعدين بناخذ هذا كده إيش بالتساوي، كده بيكون بالتساوي. بعدين بنعمل شوفوا من هنا من فوق من الاتجاه المغلق من هنا لحد هنا. شوفوا 6، هذا الجميع الأحجام. شوفوا كيف بنعمل 6. بعدين بنعمل كده من عند هذه 6 كده بشكل ايش شيز لحد هذا كده. شوفوا كده بنقص الآن كده. شوفوا طبعا هذا الكم. شوفوا هذا الاتجاه الصغير هذا اللي بيكون عند عرض الكتف، هذا الاتجاه الكبير هذا اللي بيكون لتحت لعند دوران اليد. الآن شوفوا الآن بناخذ هذا بنعمل ايش، استنى. شوفوا هذا الاتجاه الكبير
هذا اللي تحت اللي بيكون عند ورانا اليد، هذا بنعمل له عطفة داخل عطفة. أما هذا اللي فوق اللي يكون عند عرض الكتف ما نمسكوش نهائيا. شوفوا طبعا هذا يعني من الطول، يعني هذه الصانفة. شوفوا الآن هذا بنكسره، بيكون عدد مع الكسرات كذا بيكون 10. شوفوا كم؟ 10. شوفوا عدد هالكسرات هذا 10. شوف نبدأ أول شيء إيش نكسر عشان بس ما نتخربطش. نبدأ نكسر إيش بالدبابيس، بعدين بنرجع كده ما نمشي بالخياطة. شوفوا الأمام والخلف قد كسرناهم. شوفوا كده كسرات بيكون من هنا لحد هنا. شوفوا كم؟ 10. شوفوا كم؟ 10. طبعا بنعمل الآن بطانة، يعني كده بنعمل لها هذه بطانة بس الاتجاه الخلفي فقط لا غير، أما الاتجاه الأمامي لا. شوفوا هذا طبعا اللي قصينا مع الكم اللي كان كده 2، اللي كان العرض حقه 2. شوفوا هذا الاتجاه الصح مع الاتجاه الصح. لا كده بنعمل كده بالغلط. هذا بالغلط وهذا بالغلط، يعني هنا شوفوا هذا الاتجاه الصح مع هذا الاتجاه الغلط. كده بنعمل بنخيط أول شي كده بنخيط. شوفوا خيطنا كده. الآن بنعمل كده، بناخذ هذيك البطانة كده بنعمل عطفة كده شوية، بعدين بنعمل كده وبنخيط هنا بالطرف. شوفوا بنخيط كده بالطرف. شوفوا كيف. شوفوا الآن هذا الكم. شوفوا طبعا معطوف من هنا إيش مغلق، من هنا مفتوح. بنعمل من هنا لحد هنا كام؟ 4. شوفوها هذا 4، وهذا كمان لجميع المقاسات، بس ضروري نعمل إيش هذيك الزيادة. شوفوا عملنا من هنا لحد هناك 4 ونمسك كده، والخلف كمان نعمله 4، يعني من هنا لهنا 4، وكمان نمسك كده ونعمل من هناك 4. بيعمل كده لما يفتتح بيكون إيش من هنا لحد هنا بيكون كده 8. كمان بنأشر الاتجاه الثاني، الكم الثاني نفس الكلام. نجي الآن لعند هذا الخلف كمان والأمام نعمل نفس الكلام. شوفوا من هنا لحد هنا شوفوا كم؟ 10. بس بنعمل إيش نحنا من هنا لحد هنا 8، يعني بنخرج من هنا 1 ومن هنا 1، وتبقي هذه 8 بالوسط. شوفوا هذه الإشارة فين؟ من هنا، وكمان الاتجاه الثاني. شوفوها قد أشرنا. شوفوا هذا الكم. شوفوا عملنا هنا بالطرف عطفة داخل عطفة، إن كان هنا ما عملناش. شوفوا عملنا هذه الإشارة وكمان هذه الإشارة اللي هي إيش 8. شوفوا اللي هنا 8 واللي هنا هذه من هنا 8، هذه اللي بتكون فوق، يعني اللي ما عملنا ليش العطفة داخل عطفة كده. بنعمل هذه الإشارة حق 8. شوفوها هنا بنعمل كده ونخيط كده شيز، بنخيط. شوفوها كيف شيز. هذا الكم كده بنخيطه والكم الثاني كده بنخيطه. شوفوا قد خيطنا كده من عند هذه الإشارة وكمان من هذا الإشارة. طبعا هذا الاتجاه الأمامي، أما هذا الاتجاه الخلفي اللي عملنا له البطانة ما نمسكش هذا الاتجاه الخلفي نهائيا. بنعمل كده نجي عند هذا الشبك بناخذ كام وار. طبعا الوار كده بيكون 37. بنقص من هذا كده. شوفوا هذا الشبك طبعا كان طوله 37. شوفوا الآن بنعمله كده، بنقص هذا طبعا من الوسط. شوف كده بنقص بالوسط بيكون معنا 2 قطع. شوفوا كيف. بعدين بنعمل كده وبنخيط هنا بالوسط. شوفوا طبعا قد خيطنا هذا بالوسط. بعدين بناخذ هذا الشبك كده بنكسره تكسير عادي على هذا من حد ورانا اليد كده، على هذا على هنا على عرض الكتف، وكمان هنا اللي عند الصدرية، وكمان الاتجاه الثاني لهنا بنكسره كده كسرة عادي. شوفوا بعد ما كسرنا هذا الشبكة على هذا الكم، وكمان من حدثنا لحدة عرض الكتف الاتجاه الثاني. الآن بنعمل إيش البطانة. شوفوها
شوفوا كيف بناخذ البطانة كيف كده، بنعمل هذا الصح مع هذا، بنعمل كده وبنخيط على جميع هذا. شوفوا الآن البطانة كيف بنعمله كده، بنعطف كده عطفة وبعدين كده بنعطف وبنخيط على هذا كامل. شوفوا عاملين هذا البطانة على هذا كامل. طبعا بنحدد من هنا لحد هنا اللي هو ايش 8. شوفوا 8. وبعدين شوفوا هذا الخلف اللي قد أشرنا، شوفوا ها يعني هذا بنخيطه كده، بنعمله ايش مع هذه 8 كده وبنخيط كده شيز. والاتجاه الثاني نفس الكلام. وشوفوا هنا هذا الأمام، شوفوا هنا الإشارة من هنا لحد هنا اللي هي 8، بنعمل كده هذا مع هذا كده، ونعمل إيش قبصة صغير كده ونخرج بالخياطة علشان إيش يكون الصدرية كده مطروحة، ما تكونش تروح كده يمين أو يسار. هذا الشكل النهائي للروب. طبعا هذا الموديل كلفني 2.25 لأنه كان الوزن المرة من 65 وتحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.